بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام عليك يا حبيبي رسول الله. السلام حبيبتي، معكم أم علاء. نتمنى من يدخل عليكم هذا الفيديو أو أي فيديو من فيديوهاتي يلقاكم بألف خير. اليوم جبت لكم وصفة سهلة اقتصادية توجد ليه بدون فرن. أكد لكم عليها بدون فرن، راه جاي الصيف إن شاء الله وراح تحتاجي هذه الوصفة بمكونات بسيطة دائما موجودة عندنا في البيت، كسوا البطاطا ولا الدجاج. تابعي معايا الفيديو الأخير راح تكتشف المقادير وطريقة التحضير. فرجة ممتعة. هنا عندي زوج حبات بطاطا نقيتهم وراني نقطع فيهم مكعبات. كميه البطاطا ديها على حسب افراد العائله تاعك. انا هادو زوج حبات يقدوني. كما قلت لك نقيتهم قطعتهم وراني نقطع فيهم ولا مكعبات. راح نوضعهم في كسرونه فيها الماء وندير لها الملح على حساب الكميه تاع البطاطا اللي عندي، ونوضعها فوق النار حتى طيب لي كويسون كومبليت. بعدها راح نحكم حبه تاع بصل متوسطه نقطعها الى مكعبات. انا نبغي من يكون هذا البصل الاخضر نستعمله بكثره، نبغي نبروفيتي يجي شباب ويجي حلو في ماكلته. هنا راح نقطع كامل هذيك الحبه تاع البصل المتوسطه وبعدها راح نوضعها الطيب. هنايا حكمت مقله وضعت فيها القليل من الزيت، وكما نعرفوا الصدر تاع الدجاج يجي شويه ناشف، الوغ ضفت له هذيك نص ملعقه كبيره تاع الزبده ووضعت فيها صدقوني الزبده من ديريها في ولا المارغرين من ديريها في مع البصل الطيب تعطي واحد البنه شابه. هنا راح ضربت داك البصل ووضعته يطيب حتى يتقلى ومن بعد راح نضيف له هاد السنه تاع الثوم. السنه تكون متوسطه ولا شويه كبيره على المتوسط، المهم ربيها وضيفيها لذاك البصل. وبعدها راح نحكم انا هاد النص صدر تاع الدجاج تاعي راح نحكمه نقطعه ونعشيه. انتيا عندك كفته ديال الكفته، عندك شريتيها واجده مطحونه معليش، المهم تفي بالغرض. هنا بعد ما تبان لي داك البصل شويه ضفت له ديك السنه تاع الثوم المرابيه وراني نخلط. ما تغفلش على البصل تاعك تاني نحرق لك. بعد ما يتقلى لي البصل مليح راح نضيف له هذيك الكميه تاع الكفته اللي طحنتها مع التحريك المستمر. ماشي تحط الكفته تاعك وتروحي لانه راح تقعد لك اون بول هكاك ما تنحش. الوغ لازم تحليها بهذه الطريقه، واذا ما غاش تنحلك تضيفي لها ديك الرشه تاع الماء تعاونك باه تنحلك الكفته وتجي ما تجيش محبه، تجي مفركته مزربعه ولا مانيش عارف، المهم تجي مزربعه الكفته تاعك. هنا التوابل اللي استعملتهم، هنا عندي نصف مكعب مرق الدجاج، عندي ملعقه شاي من الكوري الدجاج، نصف ملعقه شاي من الفلفل الاسود، وعندي ملعقه شاي من السكنجبير. والملعقه اللي استعملتها هذه هي الصغيره اللي ماشي تاع القهوه تاع ماشي قهوه حليب تاع اللاتاي. هنا راح ضفت التوابل وراني كذلك نحرك وما نغفلوش على الكفته تاعنا لانه راح الى دائما حركيها. وبالمناسبه بغيت نرحب بكل اللي انضموا للقناه مؤخرا، نقول لهم مرحبا بكم، نورتوني. والوفيات الاوائل نقول لهم راكم منورين الدار ومنوريني، وخاصه بتعليقاتكم المحفزه واللي تشرح القلب. هنا نحكم نص ملعقه كبيره من الطماطم المصبره، ديريتها شويه في هكا حرحرتها شويه في الماء ومن بعد راح نضيفها لديك الكفته. انتيا ما عندكش الطوماطيس تاع ولا ما تبغيش تفضليش الطوماطيس تاع المصبره، الو ديري نص حبه ولا حبه تاع الطماطم تكون متوسطه، ديريها رابيها وزيديها فوق الخليط تاع الكفته، راح يعطيها واحد الطراوه تجي شابه. انا نخلط كل المكونات ومن بعد راح نخليها تكتك شويه. وفي هذا الاثناء صفيت البطاطا، لقيت البطاطا تاعي طابت ما حش ندير لك وقت كبير، صفيتها وراني راح نمرسها. هنا ضفت لها القليل من الفلفل الاسود ونص ملعقه كبيره من المارغرين وراني نمرس فيها بهذه الاداه. وانت ما عندكش مرسيها بالفرشيطه ولا ما عندكش كذلك ديري بالمولينات تاع بكري كما كنا نطحنوا بكري لابيغ تاعنا. هنا بعد ما مرستها راح نضيف لها كميه من الفرماج على حسب الرغبه. انا درت هنا حوالي 4 ملاعق كبيره، هذه الفرماج اللي كان باقي لي درته، انت ديري اللي عندك. من بعد ضفت لها القليل من قولي نصف ربع عفوا نصف
فنجال ولا نصف فنجال تاع الشاي ولا ربع كاس تاع كريم ليكيد، تقدري دير تعوضيها بالحليب الا ما عندكش لا الكريمه السائله. خلط كل المكونات ومن بعد رجعت للمقله تاعي، سويت كامل السطح تاع الكفته وبعدها ضفت فوقه لابيغي وراح نسوي كامل نسويها كامل فوق ديك الكفته، ومن بعد راح نضيف لها الفرomاج غابي. راح تقولي لي نوعيه الفرomاج اللي استعملتيها؟ استعملت غير نابولي، ماشي دير بس ماش غالي، شريتها حوالي قولي 9000 ولا 10000 البوده. من بعد راه كيما كتلاحظي راني ربيته في الغليظه، ما ربيتهش في الرقيقه. ومن بعد راح نوضعها فوق النار على نار قليله، كلشي راه طايب، تسمى غير باه يذوب لي داك الفرماج. كيما كتشوفي هذا الطبق بلا ما تدخليه الكوشه، بلا ما تشي عليه، راه جاي سخان ان شاء الله، وراح تحتاجي هذا الطبق ديريه ليه وراه واجد. المهم هذا هو الطبق اللي حضرته معكم، حاضر في صحن، حاضر على طاولة التقديم. الميزان اللي فيه ما تضليش توسخي في الماعين، راح تحطيه كيما راه تحطيه وتسربي لهم ياكلوا بصحتهم. انا كان مازال سخون كيما كلحته من فوق النار، الو انت خليه كيما يقولوا يشهد يحكم روحه شويه، ومن بعد سربيه راح يعاونك في التقديم. المهم طبق بنين 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 لدرجه ما تامنيهاش. جربي الوصفه وردي لي الخبر وقولي لي كيفاه جاتك في التعليقات. المهم هذا الطبق رائع، بنه عالميه كذلك، ما يشدش الوقت، ميم با 40 دقيقه تكوني موجداته، خفيف ظريف، يوجد ليه يجيك ضيف على غفله وتحمري به وجهك، كذلك تفرحي به عائلتك. هذه الوصفه سهله مهله كذلك بنينه. واذا عجبك فيديو اليوم ما تنساش دعمي باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ومشاركه الفيديو مع اهلكم واحبابكم لتعم الفائده. خليكم مع هذه الصور، خليتكم في امان الله وحفظه، تبقوا على خير. اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم يا مالك الملك،